كتير من الأمهات بتشتكيلي إنه طفلهم بيماطل في المذاكرة ويذاكر في آخر لحظة وبيحس إن مش فارق معاه تحذير مامته. عشان كده النهاردة هنتكلم عن أسباب مماطلة الطفل في المذاكرة، وليه بيذاكر في آخر لحظة، وليه مش بيفرق معاه تحذير مامته إنها ممكن تسيبه يذاكر لوحده وهتنام وهتسيبه، ليه كمان ممكن ينام هو بعدها على طول ومش بيكمل مذاكرة. أول سبب هنتكلم عنه النهاردة إنه مش بيهتم، لأنه عارف إنه حضرتك بتهددي وبس وإنك مش هتسيبيه ولا حاجة، وعشان كده مش بيفرق معاه، لأنه سبق وقلتي ده كتير من غير ما تنفذي. لو ما ذاكرتش هنام وهسيبك، لو ما ذاكرتش هنام وهسيبك، وبعدين يذاكر في آخر لحظة وإنتي مش بتنامي، بتقعدي وتتدبسي معاه وتذاكري معاه. طب علاج ده إيه؟ أول حاجة إنك تكوني حاسمة وتعملي باللي قلتيه فعلا، يعني تنامي بجد. وعلى فكرة ده مش أسوأ، لا، انت بتعلمين مسؤولية. يعني ما ينفعش تقعدي تلمي وراه هو ما يذاكرش وانت بعد كده تقعدي وتتدبسي معاه برغم انك حذرتيه طول اليوم. لا، انت تقولي الكلمة وتنفذيها علشان يتعلم المسؤولية. وخلي بالك لو انت كنت بترجعي في كلامك من اول مرة مش هيصدقك. يعني ايه؟ يعني لو قلتي لو ما ذاكرتش هنام وهسيبك ومش بتنامي، اول مرة هتبتدي بقى تطبقي الفكرة دي انك فعلا هتبقي تنامي، مش هيصدقك وهيفضل فعلا يلعب ومش هيصدقك. لكن الامر محتاج مرة في مرة في مرة لغاية ما يصدق. يعني فعلا تنامي وتاني يوم فعلا تنامي وتسيبيه وما تذاكريش معاه، خاصة بقى لو المدرس عاقبه أو لو في امتحان ومعرفش يحل. طيب هيتعلم امتى الدرس؟ هيتعلم لما تنفذي وتنامي فعلا، وهيتعلم أكتر لو كان تاني يوم عنده واجب والمدرس شديد وممكن يعاقبه، أو عنده امتحان ونمتي وسبتيه وقام ومعرفش يحل وفضلتي برضو متمسكة بموقفك. يعني جه وقالك معرفتش أحل وانت برضو متمسكة بموقفك. محتاجة بس تصبري شوية، محتاجة تجربي، محتاجة انك ما تقوليش لا حرام ازاي اعمل كده. ما انت لازم تبتدي ده عشان ما يتعبكيش في المذاكرة. كل ما كبر كل ما بقى الامر اصعب. لو انت بجد عايزة ما يكونش فيه مماطلة والامر يخف شوية، محتاجة تكوني حاسمة والكلمة اللي تقوليها تنفذيها، لكن ما يبقاش تهديده بس. تهديده بس يبقى مش هيعمل. طيب خلينا نقولها كده بصورة عملية ازاي تكوني حاسمة. اول ما طفلك يبتدي يلعب وما يذاكرش، وضحي ليه كده لو ما ذاكرتش وما خلصتش بدري هضطر انام واسيبك، وتكرري ده كذا مرة، يعني مرة في مرة في مرة، بس من غير صريخ. الامر محتاج هدوء، انت المتحكمة في الموضوع مش هو. بدون صراخ تقولي لو ما ذاكرتش هنام وهسيبك. طول اليوم قولي ده. طيب هو اكيد مش هيصدقك لو انت زي ما قلت مش من النوع اللي تقولي كده وتنفذي. خبرته بتقول لا انت مش بتنامي. لما يجي الوقت تعملي ايه؟ تروحي تنامي فعلا، ومهما نحاول من فضلك ما تقوميش، علشان يعرف انه ده ما كانش تهديد وبس. في بقى اطفال هتحاول تذاكر لكن في اللي ما هيصدق وينام، للاسباب هقولها المرة الجاية. لما ينام وهو عارف ان المدرس هيعاقبه لكنه مش مهتم، او لما ينام وعارف ان عنده امتحان وبرضه مش مهتم، مهم قوي تعرفي انه بيعمل كده عشان عارف انه ده هيضايقك ويغيظك ويخليكي ترجعي في كلامك. هنا عليكي تعملي حاجتين. الحاجة الاولى، وضحي ده مستقبلك مش مستقبلي، فما تخليهوش ينجح في غيظك. هو بيغيظك ما يعملش الواجب ويعمل وحش في الامتحان عشان يضايقك، لا، ما تخليهوش يكون بيعمل كده، لانه لو عرف او شاف انه نجح انك اتغصتي وفرق معاكي مش هيتعلم الدرس. فقولي له ده مستقبلك مش مستقبلي. الحاجة التانية، لو الامر اتكرر مرة تانية وهو كان عنده امتحان، قبل ما تنامي تقولي له انت بكرة عندك امتحان ولازم تذاكر، ولو حصل زي ما حصل المرة اللي فاتت هيكون في تأديب كذا. لو رحت من غير ما تذاكر وجبت درجة مش كويسة عشان ما ذاكرتش هيكون في تأديب كذا. والتأديب ده طبعا مش ضرب، يعني تحرميه من حاجة معينة، تحرميه من تمرين، تحرميه من تدريب، تحرميه من خروجة كنتوا هتخرجوها سوا. بالطريقة دي هو هيتأكد ان اللي انتي عملتيه قبل كده هتعمليه فعلا. هنا بقى في أطفال أذكياء جدا وبيعرفوا يمارسوا الابتزاز العاطفي. يعني إيه؟ يعني بعد ما ينام
انت نمتي، هو نام وراح المدرسة ومش جاهز، يا بيتعرض للعقاب أو هيجيب درجة وحشة في الامتحان، يرجع يلومك انت السبب، انت اللي نمتي وسبتيني. هنا برضو اعملي حاجتين. الحاجة الأولى استرجعي معايا ايه اللي حصل امبارح. لا ده حصل 1 2 3 وحذرتك كذا مرة. الحاجة التانية أكدي إنك هتعملي كده على طول، وإنك أنت ليكي وقت هتنامي فيه وهتسيبيه يذاكر لوحده لو ما احترمش كلمتك. بالطريقة دي وبتأكيدك عليه هو هيبطل إنه يكون بيفاوضك، لأن الطفل مفاوض شاطر جدا. فخلي بالك من مفاوضة الطفل واللعبة دي عشان تنجحي إنك تخليه يتوقف عن مماطلته للمذاكرة.